كتبدا القصة في دولة النيجر، وكنتعرفوا على واحد العصابة خطيرة اللي سميتها المنظمة. هاد العصابة كانت مسيطرة على مدينة شانتي كاملة، والهدف ديالهم هما يخرجوا أخطر القتلة المحترفين في العالم. عصابة المنظمة غادي يوصلوا بالطوموبيلات لواحد الدار مهجورة، وكانوا شادين واحد من رجالهم اللي خانهم مقابل الفلوس. دخلوا للدار وعلقوه بسناسل ديال الحديد. القائد ديال العصابة قبل ما يدوي معاه قطع ليه يدو، وكان كيسولو وهو معصب علاش يخونهم هو واحد منهم. وهنا الخائن بدا كيتاسف ليهم وهو كيتالم. القائد جاه الصوت مبدل، وكان كيحس بلي كاينه شي حاجه في حلقه. والمفاجاه هي ان واحد العامل بزز على الخائن يسرط القنبله، وديك الساعات القنبله غادي تفرقع وغادي يموتوا كاع الناس اللي كاينين تماك. واللي كان مورا هادشي كامل هو العامل 47. هذا واحد القاتل ما كيعرفش شنو هي الرحمه، ومدرب من صغرو باش يولي قاتل محترف، وكيتعاملوا معاهم بحال الروبوتات، لدرجه انهم ما كانش عندهم سميات وكانوا كيعيطوا عليهم بالارقام. وغادي يبان لنا واحد جوج ضباط من الانتربول، مايك وجانكيس. هادي 3 سنين وهما تابعين العامل 47، ومتبعين كاع العمليات ديال الاغتيال ديال العامل 47، وكيتبعوه لاي بلاصه مشى ليها في العالم. اخر مره كانوا تابعينه هي في النيجر، ولكن كيف العاده فشلوا انهم يشدوه. غادي يبان لنا العامل 47 هو كيوجد المهمه جديده في روسيا. شد واحد الغرفه في لوطيل، ودار السلاح ديالو في الثلاجه، وشتت شويه ديال البي قدام الباب ديالو، ودار قنبله في الباب باش لا كان شي واحد باغي يدخل يتفرقع، ودار حبل الهروب في الشرجم باش لا هجم على شي واحد ينقز بالحبل. جا الوقت باش العامل 47 يعرف المهمه ديالو، ووصلته واحد الرساله مشفره من الوكاله السريه واللي كان فيها التفاصيل ديال العمليه الجايه. الشخص اللي خصو يصفي عليه هو رئيس روسيا بيكوف، وهادشي حيت التحركات والقرارات السياسيه ديالو خلات عنده الاعداء بزاف. اوامر اللي جات العامل 47 باش يقتل الرئيس الروسي شي بلاصه عموميه، وتبان بلي هذه عمليه اغتيال عاديه. العامل 47 عرض في الاول حيت هو كيقتل في الخفاء، ولكن في الاخر وافق باش ما يبانش ضعيف قدام الوكاله. من بعد كمشيو لواحد التجمع شعبي حدا واحد المبنى فين كان رئيس. العامل 47 كان واجد بالقناصه ديالو، وقف الرئيس باش يجاوب على الاسئله ديال الاعلام. والعامل 47 استغل الفرصة وقتل بيكوف بقرطاسة في الراس. من بعد جمع سلاحه والماتريال كامل في الشنطة، فرقعهم باش ما يخليو وراه حتى دليل. من الرسالة المهمة العامل 47 كان شاد القطار باش يخرج من المدينة، ولكن غادي توصل واحد الرسالة كتقول ليه بان كاين شي واحد شافو ملي قتل الرئيس، وباللي خصو يتصرف في اقرب وقت قبل ما توقع شي كارثة. الشهيدة كانت مرا سميتها سارة. العامل 47 ما ضيعش الوقت ومشى كيتبع سارة، وقبل ما تركب طوموبيل جبد السلاح ديالو باش يقتلها. ديك الساعات هي دارت وشافت فيه. ديك الساعات العامل 47 تصدم وبقى واقف في بلاصتو، وفي نفس الوقت واحد العامل اخر جا باش يقتل العامل 47. القرطاسة جات في واحد دايس في الزنقة، وهنا غادي نعرفوا بلي هذا كان فخ باش يقتلوا العامل 47. من جهة الاخرى الضباط ديال الانتربول مايكل وجانكيس وصلاتهم المعلومات بلي العامل 47 في روسيا، وعرفوه بلي هو اللي قتل الرئيس، وتواصلوا مع المخابرات الروسيه باش يشدوه. المخابرات الروسيه وقدرت تحصل اللوطيل اللي كاين فيه. العامل 47 كان كيخمم حيت الرئيس الروسي قدر يتعتق من الاغتيال، والعامل متاكد 100% بلي جاب ليه القرطاسه في راسو ومات. وحتى الوكاله ما بغاوش يخلصوه حيت العمليه ما كملاتش. ديك الساعات بغى يعرف هو شكون عطاه المهمه، ولكن الوكاله ما بغاش تعطيه المعلومات. هو يتعصب عليهم بزاف وبدا كيهدد فيهم. البوليس دخلوا المبنى وغادي يقصدوا الغرفه ديالو. ديك الساعات العام 47 جات واحد المكالمه مجهوله كتقول ليه بلي ان الرئيس الروسي هو اللي بغى يغتال راسو قدام الناس. العام 47 ما بقى فاهم والو، وديك الساعات البوليس عفطوا على ديك البي اللي كان حاط برا. غادي ينوضو غادي يبدا كيجري، الباب تفرقع والجنود ماتوا، وهو قدر ينقز بصعوبه الحبل اللي كان دارو لتحت. جبد سلاحو اللي كان مخبي في الثلاجه وهجم على البوليس، فتح السنسور وقتل اللي فيه، وكان غادي يخرج حتى وقفوا المفتش مايكل بالسلاح، ولكن دازت واحد مولات الميناج. والعامل 47 استغل الفرصه ونقز في الواد وقدر يهرب منهم مره اخرى. ملي رجعوا للغرفه ديالو باش يجمعوا منها الادله ما لقاو والو، وحتى من الحاسوب تفرمطا بوحدو. ديك الساعات غادي يتعصبوا وغادي يتشعل ما بين الانتربول والمخابرات الروسيه. والمفتش يوري ما بغاش الانتربول يتدخل في هاد البلانات. ديك الساعات مايك حس
كيحس بلي يوري موراه شي سير. في هذا الوقت العامل 47 دخل لمحل ديال الحوايج وبدل لباسو وشرى الورد وتنكر ومشى عند سارة. غير فتح الباب خطفها ودارها في الكوفر ديال الطوموبيل، مشى بها لواحد لوطيل خاوي باش يسولها. ملي رفضت تهضر دار ليها السلاح في راسها، ولكن اللحظه اللي شاف فيها الوشم وهو يتراجع وما قتلهاش، وعرف باللي سارة حتى هي تدربات باش تولي قاتله محترفه، وقرروا يتعاونوا بجوج. ديك الساعات كانوا البوليس ديال البلاد كاملين كيقلبوا على العامل 47، ولكن هو دار خطه باش يقدر يهرب. ولكن المفتش مايك توقع الخطوه ديالو الثانيه وكان كيتسنى في المحطه ديال التران. ولكن العامل 47 قدر يتنكر في اللباس ديال الشيفور وبقى غادي بلا ما يعاق به حتى شي واحد. ولكن واحد اللحظه واحد الشخص غادي يعرفه واللي هو العامل ديال الوكاله اللي صيفطوه باش يقتلوه. وهنا بدات المطارده الكبيره، ومايك وصاحبه حتى هما تبعوهم. العامل 47 نقز فوق واحد السور وتخبى في الانفاق تحت الارض، ولكن العامل الاخر بقى تابعه. تلاقاو بجوج، بدات بيناتهم واحد المعركه وحشيه. العامل 47 كان قوي بزاف، قبل ما يقتلو شاف واحد الخيال دخل التران وبانوا ليه 3 ديال العملاء اخرين مسلحين. الجو توتر، كلشي وافق باش يحط السلاح وانهم يتقاتلوا بالسيوفه واخا هما كتار. ولكن العامل 47 غلبهم واحد بالواحد، وهنا واحد فيهم جا بغى يغدروا من اللور، ولكن العامل 47 ضربو برجلو هو يطيرو من التران وخرج عنده بقاقه جو حتى صفاها ليه. من بعد هاد النطيفه رجع عند العامل الاول وصفاها ليه. ما بان مفتش جينكس، والعامل 47 مشى ليه من اللور وهو يخنقو ودارو رهينه. مايك ديك الساعات جا وشاف صاحبو في خطر، وديك الساعات بدا كيتفاوض مع العامل 47 وطلب منه ما يقتلوش وحط سلاحو. العامل 47 استغل الفرصه وضرب مايك بقرطاسه في صدرو وكان باغي يقتلوه، ولكن تماك ساره طلبت منه باش انه يخليه عايش. جات الاسعاف و47 وساره هربوا. العامل 47 تعصب بزاف حيت ساره دخلت ليه في الخدمه ديالو وقال لها اخر مره تدخلي ليا في الخدمه ديالي. اما يوري بقى كيضغط على مايك وجينكس باش يخرجوا من البلاد، ولكن مايك شك فيه وزرع عليه جهاز ديال التجسس في الجاكيطه ديالو بلا ما يعيق. وسمعوا يوري كيهضر مع شي واحد وبان بلي الرئيس الحقيقي مات ملي قتلوا العامل 47، وهذا اللي كاين دابا غير الشبيه ديالو. يوري وهاد الشبيه بغاو يتهناو من العامل 47، بغاو يسيطروا على البلاد. مايك وجينكس ديك الساعات صدموا وقرروا انهم يوقفوا هاد المهزله. وفي موسكو واحد من المخابرات الامريكيه بغى يتلاقى العامل 47. العامل 47 صيفط له ساره تلاقى معاه وهو بقى مراقبهم بالقناصه من الفوق. الضابط ديال المخابرات ما كانش باغي الصداع معاهم وعرض على العامل 47 اتفاق واللي هو انه يقتل اودري واللي هو خو الرئيس بيكوف، حيت هو التاجر ديال السلاح كبير والمخابرات بغاو يتهناو منه. وقال ليه اودري غادي يتلاقى مع واحد تاجر سميتو برايس في تركيا، وبرايس عمر اودري ما شافو، وخاص العامل 47 يمشي بصفتو برايس ويقضي عليه. تماك العامل 47 وافق وقال ليه ولكن بشرط، وهو انه لا تشد خاص المخابرات الامريكيه تخرجوا. تماك الضابط وافق، وهنا غادي نفهموا بلي الوكاله اللي خدام معها العامل 47 هي المخابرات الامريكيه. مشى العامل 47 للريستورون اللي كيكون فيه برايس وقبل ليه واحد الدواء في المشروب ديالو اللي خلاتو يمشي الطواليت. العامل 47 تبعو قتل الحراس ديالو، حك ليه واحد البراكه تقتل وهرب مع ساره. من بعد مشى للحفله ديال اودري على اساس انه برايس. دخل وجلس معاهم واودري كان كيشكر في السلاح ديالو، ولكن العامل 47 قال ليه بلي هاد السلاح من الصون ديال شينوا بلي راه عيان. اودري شك فيه وهز عليه السلاح، ولكن العامل 47 لاح الشنطه ديالو اللي كانت قنبله وتفرقعات. وفي وسط الروينه العامل 47 قتل التجار كاملين وبقى تابع اودري حتى صفاها ليه. تحرك العامل 47 وصار للمحطه ديال التران باش يرجعوا لروسيا، ولكن العامل 47 كان مصمم انه يقتل الشبيه ديال الرئيس حيت كيحس بالفشل في المهمه الاولى. ودع ساره وقال لها تبدا حياه جديده، ولكن هي تاثرت بزاف حيت بدات كتبغيه. وقال لها بلي غادي نتلاقاو ملي غادي نسالي المهمه ديالي. وفي المقر ديال الانتربول جينكيس ورا التصاور لمايك وكيأكد ليه بلي هذا ماشي الرئيس الحقيقي وبلي غير كيشبه ليه. بيكو في المخلوط كان خايف بزاف من العامل 47 عليها امر يوري باش انه يقتلو. وديك الساعات يوري مشى للمكتب ديالو وتقطع
قطع الضو، ولكن ملي رجع بان ليه العامل 47 وخنقو. يوري لقى راسو مربوط بجهاز مع الضو في البانيو ديال الماء، والعامل 47 عطاه نص ساعة باش يعطي الامر باش يقتلو الرئيس المزيف ولا غادي يموت بضو. الرئيس المزيف كان غادي يدير واحد الخطاب، الانتربول كانوا كيتسناو تماك العامل 47. يوري من الخوف امر القناصه باش انهم يضربوا الرئيس، ولكن الطاسه جات ليه في صدرو وهو كان لابس جيلي واقي من الرصاص. الجنود هربوا الرئيس باش يحميوه. تما بان العامل 47 لابس البدله ديال الجنود، كل الحراس كاملين وشد الرئيس وقتلو. وديك الساعات جات الهليكوبتر ديال الجيش وبدات كضرب في القرطاس على داك الطابق كامل حيت الرئيس مات. مبقاو خايفين على حتى شي واحد، ولكن العامل 47 قدر يتخبى وما جات فيه حتى قرطاسه وهو يجلس واستسلم. مايك فرح حيت اخيرا شدوه، ولكن هما غاديين في الطريق بزاف ديال الطوموبيلات حبسوهم وطلعوا ديال المخابرات الامريكيه اللي داروا اتفاق مع العامل 47 وهما كيتناقشوا. العامل 47 غادي يكون هرب ومايك تعصب حيت قدر يهرب ليه عاوتاني. هذه هي النهايه ديال الجزء الاول. تسناو ملخص ديال الجزء الثاني، واللي وصل للنهايه دير ايموجي ديال القلب في الكومونتيرات. ما تنساوش لايك والاشتراك، وكان معاكم كولومبو.